ولكن كاين المجهود البشري اللي داروه المسؤولين ديال الفلاحه والفلاحه والكسابه ديال الدرك، حاولوا يصونوا الدرك ديالهم عبر مبيدات وعبر مواد محليه اللي خلقوها بالصابون البلدي وواحد المجموعه ديال المواد، وها انتم كتشوفوا فيهم ها هما الان كيجنيو النتائج ديالو كيبيعوا لي راكيط. كذلك انهم في الصيف خاضوا المنتوج ديال الفاكهه وباعوه بالثمن اللي كان غالي في السوق، وهذا شيء يشكرون عليه. وفي نفس الحقول بداية جديدة تلوح في الأفق، سلالات مقاومة تم غرسها تنمو تدريجيا وتستعيد مكانها في الحقول. عبد الفتاح رئيس إحدى التعاونيات يتفقد هذه التجربة وينتظر أولى النتائج. هذه الفله غادي ونشاط على حساب هذا الغرس ديال الصبار اللي كاين جديد. هذا ولات عطينا الغله دابا وباعوا الناس عام الاول، وهذا العام ان شاء الله غنبيعوا فيه احسن حاجه، وغادي عام على عام غادي يعطينا في النتيجه اكثر. الصبار عند ساكنة رحمنا ليس فقط فاكهة موسمية، بل مصدر عيش لآلاف الأسر وسلسلة إنتاج تدر دخلا للفلاحين. وهذه التعاونية تعبر عن كيف يتحول الصبار إلى نشاط اقتصادي قائم. الصبار ماشي غير الماكله، كنديروا به حوايج اخرى مثلا الزيت التجميل، النواره سميتو المسالك البوليه، ودقيق الصبار، الغاز ديال المصران، وهذاك اللي كيخرج من الزريعه ديال الزيت كنديروا منه التجميل والعلف الكسيبه. في إقليم رحمنا 49,000 هكتار من الصبار المقاوم تم غرسها. ليست مجرد أرقام، بل بداية تعافي لنبات قاوم ولفلاح